شافت سيدنا عيسى وموسى قالوا لها اقتلي بنتك وينطلعوا للجنة. تبعت الأباج وعلم الطاقة قتلت بنتها وخلصت عليها بالإعدام. شفت سيدنا عيسى، شفت سيدنا موسى، خاطبوني أنا السيدة مريم. هذه مضيفة طيران تونسية حبست خدمتها وراحت لعلم الطاقة والأبراج. حبست خدمتها بعد ما قنعتها صاحبتها، قالت لها تقدري تجيبي دراهم بلا ما تخدمي، غير بعلم الطاقة يبداو يدخلوا لك دراهم. كما كان الحال تعلمت علم الطاقة وبداو يدخلوا لها دراهم. كما على بالنا الشيطان يزين لكم أعمالكم. تعمقت بزاف في علم الطاقة، ولا تآمن بالأبراج ولا تآمن بالكواكب كيفاش يتحركوا. والزوج تاعها قال لهم كانت تنوض من الفجر حتى العصر تغلق الباب على روحها وتبقى تتأمل. واحد نهار كان الزوج تاعها راقد وهي كانت في الغرفة ديال الطقوس تاعها تاع التأمل، وكانت قدامها بنتها اللي في عمرها عامين. شكلوا لها الشياطين، واحد قالها انا سيدنا عيسى والثاني قالها انا سيدنا موسى. قالوا لها لازم تقتلي بنتك وتقتلي روحك ونطلعوا كاع للجنة. قتلت بنتها وكي جات باش تقتل روحها بدات تعيط. الزوج تاعها سمع هذاك العياط كي دخل عليها للغرفة قال لهم انصدمت واش كنت نشوف. الناس اللي يتبع في الابراج وعلم الطاقة نقول لكم غير خطيكم، هذا شرك اصغر ربي يعافينا. وإذا عجبكم الفيديو ديروا لي ابوني. سلام.